في كثير جدا من رجال الدين ومن الأئمة ومن الوعاظ وكل من يعمل في هذا الحق يورونا أننا نحن بخير وما في أي حاجة ناقصة لنا. وده أفتكر بيهزم من الأول اتجاهنا لأن نغير، لأنه إذا كنا نحن بخير يبقى التغيير ليش؟ يجب أن نتوكد في أذهاننا حقيقة كبيرة، هي أن نحن اليوم خارج الدين ونحن في جاهلية. الجاهلية الثانية أدركتنا، نحن على قشور من الدين، قشور من العبادة، وأخلاق الدين فاتتنا وفرطنا فيها. كل بلد إسلامي ينطبق عليه هذا القول، فدي يجب أن تكون مقررة في الأذهان عندنا. لو كان الأمر وقف عند النزارة بالصورة اللي أبرزناها الآن لكان الأمر ميؤوس منه، ولكن لحسن التوفيق الإلهي والعناية الإلهية بيننا وردت البشارة، وهي أن الحديث النبوي: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. يلاحظ أنه قال يحيون سنتي، ما قال يحيون شريعتي. في ناس عندهم ما في فرق بين السنة والشريعة، بل الحقيقة أنه الرأي العام الإسلامي عند العلماء أن السنة والشريعة شيء واحد. أكثر من كده، السنة والشريعة والدين معنين واحد، لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة أن السنة والشريعة والدين كل واحد من الكلمات دي عندها مدلول. الاختلاف بيناتهم مش اختلاف نوع، اختلاف مقدار. الشريعة هي طرف الدين القريب من أرض الناس، طرف الدين النزل لأرض الناس ليخاطبون على قدر عقولهم وليحل مشاكلهم على ما هي عليه وليحل على قدر طاقتهم. الدين هو الأصل النزل من الله في علياه إلى أرض الناس ليدلهم عليه ويرسم خط سيرهم له ليسوقهم له. الشريعة هي الطرف ده، الطرف النزل لأرض الناس على ألسنة الرسل ليرسموا خط السير، سير الأمم لله، للشريعة. السنة مرحلة فوق للشريعة. السنة هي تكليف النبي في خاصة نفسه، والفرق بين السنة والشريعة هو زي الفرق بين النبي والرجل من سائر أمته، لأنه الشريعة مخاطبة للأمة والسنة مخاطبة للنبي. نحن نقول السنة شريعة وزيادة، بمعنى أنه الصلوات الخمسة شريعة، هي مفروضة على الأمة ومفروضة على النبي، لكن يزيد في سنة النبي أو في الشريعة الخاصة بالنبي صلاة الليل مثلا. صلاة الليل مكتوبة على النبي لكنها ما مكتوبة على الأمة. الأمة مندوبة لصلاة التلت، لكن النبي مفروضة عليه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أو هناك فرضها جاي في يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.